وبعد ما اتكلمنا عن الشرب والعزل في الفيديوهات اللي فاتت، في خطوط أخطر منهم لو اتعملت غلط هتبوظ كل اللي فات، وهي مخططات الصحي والكهرباء قبل التنفيذ. أهلا بيكم، أنا محمود، خبرة أكتر من 25 سنة في التنفيذ، بناء وتشطيب، والحلقة دي هتوفر عليك مشاكل كتير مش هتعرف تصلحها بعد البلاط. أي شغل سباكة أو كهرباء من غير مخطط يبقى شغل عشوائي، والمشكلة إن العشوائية بتبان بعد ما كل حاجة تخلص. والأمثلة على ذلك باريزة ورا دولاب، صرف تحت مطبخ غلط، تكسير بعد التشطيب. أولاً، يعني إيه مخطط قبل التنفيذ؟ المخطط مش رسم على ورق وخلاص. المخطط هو اتفاق واضح بين التصميم والتنفيذ، يعني كل نقطة ليها سبب، كل ماسورة ليها مسار، وكل باريزة ليها مكان محسوب. ومن غير مخطط انت شغال بالاجتهاد، والاجتهاد في التشطيب بيساوي مشاكل. مخطط الأعمال الصحية أو السباكة، وده بيشمل مخطط السباكة مش مكان الحوض أو التواليت بس. المخطط الصح لازم يشمل مسارات المياه الباردة والسخنة، أماكن الصرف ومناسيبه، نقاط التغذية للأجهزة، أماكن الصيانة، ودي نقطة هامة جدا، مسافات الأمان من الكهرباء. وأكبر غلطة بشوفها مفيش مخطط، وفي الآخر نكتشف إن ماسورة الصرف عدت في مكان غلط، أو المياه ضعيفة، أو لو عندك أكتر من حمام المياه السخنة مش واصلة بشكل كويس. كل ده يعني المخطط لازم يتم دراسته قبل التنفيذ. ثالثاً، مخطط الكهرباء، وده أخطر مما تتخيل. الكهرباء أكتر بند بتستخف بيه، وهو أخطر بند في التشطيب. مخطط الكهرباء لازم يحدد عدد البرايز، أماكن المفاتيح، الأحمال، ودي أهم نقطة في الموضوع، دوائر الأجهزة التقيلة، الإضاءة من الأول، لأن تغيير أي نقطة كهرباء بعد التشطيب يعني تكسير، والتكسير يعني تشويه، وأسوأ شيء بيتم في العمل هو التكسير بعد التشطيب أو أثناء التشطيب. رابعاً، أخطاء قاتلة وبشوفها دايماً، خد بالك من الثلاثة دول كويس قوي. التنفيذ قبل اعتماد أي مخطط، التغيير في الرأي أثناء الشغل، الاعتماد على صنايعي بدون مرجعية. الثلاثة دول كافلين يضيعوا أي شغل مهما كان مكلف. خامساً، الترتيب الصح للتنفيذ دايماً بيبدأ من الشرب، العزل، مخطط المعتمد، التنفيذ، الاختبارات، التشطيب النهائي. أي اختصار في الترتيب ده هتدفع ثمنه بعدين. والإضافة المهمة جدا اللي لازم أوضحها، التنفيذ في السباكة والكهرباء ما ينفعش يتم مرة واحدة وخلاص، لازم يتم على مراحل وتحت إشراف هندسي حقيقي مش إشراف شكلي. وده ليه؟ علشان حاجتين خطيرين جدا، وهما الأوفرلابينج والكوردينيشن. والأوفرلابينج يعني ماسورة السباكة تعدي من نفس المسار اللي المفروض يعدي فيه مواسير الكهرباء أو ضغط التكييف، وده لو متراجعش هندسياً يسبب تكسير، تغيير مسارات، أو تنفيذ خطر. والكوردينيشن يعني التنسيق كل البنود مع بعض، سباكة مع كهرباء مع تكييف مع إنترنت مع إضاءة مع باقي البنود، مش كل واحد بيشتغل لوحده وبعدين نكتشف إنهم خبطوا في بعض. والتحذير القوي جداً إن أكتر المشاكل اللي بشوفها في المواقع سببها إن كل بند اشتغل لوحده من غير تنسيق ومن غير إشراف، والنتيجة شغل بيتعدل أثناء التنفيذ، وده أسوأ حاجة ممكن تحصل لأي عمل. وعلشان كده دايما بقولك التنفيذ يتم على مراحل، كل مرحلة تتراجع، مفيش شغل يتغطى إلا بعد اعتماد هندسي. لازم تعتمد على إشراف جيد هندسي، مش صنايعي أو بواب زي ما كتير بنشوف أو حد من القرايب. التشطيب مش سرعة، التشطيب تنسيق، وقرارات هامة جدا لازم تتاخد قبل وبعد وأثناء التنفيذ. وده يعني الخبرة لو استغنيت عنها هتكلفك كتير. وفي الفيديو اللي جاي هنتكلم عن اختبارات السباكة والكهرباء قبل البلاط، وإزاي تتأكد إن كل حاجة اتنفذت صح. لو بتنفذ حاليا قولي في التعليقات سباكة ولا كهرباء، وأكتر حاجة قلقان منها إيه. في النهاية لو المحتوى ده فرق معاك
كمل السلسلة. في هومست زون احنا مش بننفذ تشطيب وديكور بس، احنا بنساعدك تحط فلوسك في المكان الصح ونحميك من الغلط اللي ممكن يضيع مجهودك.